ما بالك بقى احنا لو كنا مكملين لسه في كاس مصر؟ ما كانش في حل احسن من كده. حط نفسك بدل معتمد جمال وقول لي كنت هتبدا بمين. انت لازم أن تدرك حجم السكواد بتاعك. احنا بنكمل ال 11 لاعب بالعافيه. انا واحد كتبت ان معتمد جمال يشكر ويمشي اخر السيزون، بس الماتش ده قول لي، طيب قول لي، حط نفسك مكانه وقول لي كنت عايز تبدا بمين. انت قول لي مين كان يصنع فارق. هل احمد شريف؟ هل احمد ربيع؟ هل مين تاني كان عندك على الدكه؟ هل سيف الجزيري؟ ما كانش في حد عندك على الدكه. فهي القرارات الفرديه اللعيبه هي اللي تلام عليها، مش معتمد جمال بصراحه. يعني العامل الذهني مع العامل البدني قاتلين اللعيبه بقول لك، في لعيبه بتلعب من اول سيزون كل الماتشات 4 ايام في 3 ايام. احنا جه علينا شهر كنا بنلعب كل يومين اعتقد. ما بالك بقى احنا لو كنا مكملين لسه في كاس مصر؟ ده والله العظيم والله انا سجلت فيديو قلت فيه بعد الكاس دي مصلحه لينا ان احنا نقدر ننافس على الدوري والكونفدراليه. لو كنت كملت في الكاس والله ما كنت هتكمل، هتقع يا ابني يا ابني. ده ضغط ماتشات غير طبيعي.